السلام عليكم متابعيني حبيباتي هسه رجعت وياكم الخياط هاي الدشداشة اللي انطيتكم طريقة الفصال مالتها، قلتلكم رياضي او الكسرات. حبيباتي هسه ايش عندي؟ هذني الدشداشة، هاي الردن. بالنسبة للردان كملتهن، خليت هذا السوتاج على النهاية، كفيتهن وكفة مالت الكتف وحطيت لهن هذا السوتاج بالنسبة للردن. هسه نرجع للبدن. هذه عندي، خلينا نشوف، هذه قطعة الظهر، عدلة. هذه شوفوا، هذه عندي قطعة الأمام. هسه أكمل قطعة الظهر وبعدين نرجع لقطعة الأمام، هو نفس الشي ماكو فرق. المهم أعطيكم الطريقة مالتها. عندي هذين المساطر، هاي المساطر، هاي مالت الأمام وهاي عندي مالت الظهر. شوفون بنات، هذه بعد ما كويتها، هذه مسطرة، هاي يعني ضروري تنكف. هسه ايش راح اسوي؟ راح اعدلها، اعطيها زايد من الكوي. تعرفون من تكوي القطعة، شوفوا بنات، شفتوا طريقة الفصال، هذا بها زايد منها. هنا شو اسوي؟ راح اخلي نيشان صغير حتى احدد الكسرات. هذا النيشان، هاي منه 10 سنتي. هذه عندي جهة الظهر، هذا النيشان خليته هنا. هسه راح ابدي اخيط من البداية. شوفوا، خياط يعني ما استعجل بيه، على كيف راح اخيط. الظهر راح يصير كساته اكثر من الامام بنات، لان القطعة عدلة. شوفوا بنات، هسه بديت اكسر، جبت لكم قياس خاص. خيطت هذا الوحدة، الثانية مش شافته، قالت خيطيلي نفس الأمها، يعني أمها مرة كبيرة سمينة يعني. بعض مرات البنات يكتبون بالتعليقات، يعني يقولون إذا سمينة، أنا ما أقول شي على السمينة، بس جاي لكم يعني قياسات خاصة. يعني هو السمن منين يجي؟ هو من رب العالمين. إذا سمينة ولا ضعيفة أنا ما لي شغلة بيها. شوفون بنات، هسه هذا الظهر مالته، هذا الظهر. شوفوا هاي الكسرات مالته، نعم يساوي ما بي شي. هذا بعد بالتفصيل طبعا بالفصال اعطيتكم اياها. شلت 3 أصابع عوضتها بهذه. هسه بالنسبة هاي جهة الظهر، راح نرجع على جهة الأمام. هاي عندي جهة الأمام، عندي هاي المساطر مالته. أول شي أنا كاويتهن مثل ما قلت لكم، راح أساويهن إذا بيهن زايد. شوفوا بنات بهذا الشكل. إن شاء الله واضح عندكم. طبعا أنا من زمان ما منزلتكم فصالات، لأن شنو، تقريبا كلها نفس الفصالات وأنا منزلتها. بنات هذه بالنسبة هاي المسافة عندي هنا 15 سنتي. هذه
هاي راح تصير على الكتف، هذا راح يصير عندي بهذا الشكل. شوفوا البنات، تصير عندي على شكل 7. هذا الشكل مالته هيك راح اخيطها. اول شي ايش راح اسوي؟ راح اخليها سوتاج، يعني قلت لكم انا نزلت مقطع هي رادت نفس الفصال. عندي هذا السوتاج بنات، هذا راح اخليه هنا على الطارف سرة واحد يعني. انتم كيفكم السوتاج، يعني حسب الطلب، يعني تريدون تخلونه او ما تخلونه. بس انا قلت لكم نزلت مقطع فشافته قالت اريد نفسه. هسه بنات رجعت على الثانية. بنات هسه هذا الزايد شوفوا، هسه هذا الخياط مالتها. راح اخيطها من هنا. شوف حبيباتي بهذا الشكل. هسه راح اخيط البدن وياها. هذا عندي البدن، هنا راح اخلي نيشان احدد الوسط مالته. مثل ما قلت لكم الامام ما راح يصير بيه كسرات هواي، مو مثل الظهر. الظهر تجي قطعة واحدة عدلة فيصير بيها كسرات هواي. هاي لان بهذا الشكل يعني شوفوا، فراح تقلل الكسرات عندي. شوفوا البنات، هذه ابدي من البداية. خلي كسرات ناعمة شوية. أهم شي الفصال يجيكم مساوي وعدل. يعني هسه أنا مخلية نيشان. شوفوا بنات، هسه أنا وصلت لحد النيشان. هذا النيشان وهاي الزاوية مالت الدشداشة. هسه راح ثبت الإبرة طبعا. هسه فريت القماش، خلي بيه كسرة من الزاوية وابدي ارجع اكسر. شوفوا البنات، هسه هذا الخياط مالتنا. هذا خياطها ان شاء الله واضح عندكم. هذا الخياط. بس ايش عندي هاي الزوايا اشيل منها اساويها بس يعني حتى اركب الردن وياها. هاي الجهة الثانية.
شوفوا بنات هذا الشكل. طبعا الخيوط كلها تنشال زايدة. هسه راح ارجع الردان. حبيباتي بالنسبة للردن أنا بس كفيت وحطيت سوتاج، يعني من جهة الظهر بعدني ما شايلة منها. هسه أخيط وبعدين طبعا هي هاتيتها دلعة، لو أشيل من عندها لو أخليها هيج. يعني بالنسبة للظهر الردن مالت الظهر أخيط بالبداية وبعدين أشيل. شوف حبيباتي إذا ضبطون قياساتكم كلها تطلع ثابتة. شوفوا هسه منها ما عندي زايد. هنا ايش راح أخلي مثلث صغير حتى الردن تقعد على الصدر من فوق على الكتف العفو. شوفوا هذا الشكل. هاي الردن شوفوا شلون حتى هذا المثلث يخليها تقعد هنا على الكتف. شوفوا بنات هذه الردن مالتها. هسه راح ارجع الردن الثانية نفس الخيار مثل ما قلت لكم. ما راح اشيل من الردن مالتها لان ذني زبوناتي يعني ما يحبنها دلع ظهر وامام. مثل ما قلت لكم هاي عندي الزبونة رادت 5 قطع نفس اللون، يعني هي جبت لها كوباي وهذني البقية جبت لهم العادي. يعني هذا بناتها 3 ولها وحدة ولأمها وحدة. هذا لأمها المرة كبيرة يعني، وذنيش بعد طبعا ما مخيطتهن. هذا 2 نفس اللون نفس الخياط، بس وحدة من بناتها رادت ردن طويلة بعدني ما مخيطتها. رياضة ردن طويلة. شوفوا البنات هسه هذا الخياط مالتها هذا. شوفوا هذه عندي الردان. شوف اشيل منها لو ما اشيل. خل اشوف ايش قد عندي. اشوف الفتحة ايش قد راح تصير عندي مالت الصدر. هذه فتحة الصدر. شوفوا بنات هاي فتحة الصدر. شوفوا ما راح اشيل منها. هي الامام ماله شغل راح اخذ من الظهر. قلت لكم اني قالت لي خيطي بس ما قلت لها يعني اشيل من الظهر، لو راح اشيل شيء قليل من جهة الظهر لان راح تصير عندي دلعة. مثل ما قلت لكم مرة كبيرة وسمينة، فالسمينة ما تحبها مخنوقة. دائما للزبونات اذا كانت سمينة دشداشة اذا كانت مخنوقة ما راح تلبسها ما تقدر تلبسها. فايش قالت يعني خليلي فتحة راح اخذ معتها شي قليل. شوفوا بنات هاي الردن من الظهر اطبقها اساويها. انتم هذا الشي راجع لكم حسب الطلب. يعني هسه انا راح اشيل من عندها ما اشيل منها هواي. شوفوا هاي راح اشيل اصبعين. تردون تشيلون او ما تشيلون هذا الشي راجع لكم بنات. اللي تحبها دلعة بالظهر ما اشيل منها، واللي ما تحبها دلعة تقدر تاخذ 3 أصابع منها قبل لا تخيط الظهر. هسه انا شلت ميرتها قبل لا اخيط الظهر. شوفوا البنات هذا الشكل مالتها. وهاي عندي جهة الظهر. هسه راح اخيط يعني بعد انا شلت من الردن هذه. شوفوا بنات نفس الخياط مالت الامام.
خلت اللي قلت لكم عليه. هسه راح اخيط الجانب هاي الردن. شوفوا بنات انا خليت عرض لان قلت لكم انا الزبونة قالت لي يعني سمينة بس ما ادري بيها يعني القياس مالتها بالضبط، فانا سويت خليتها طويلة وخليتها عريضة. قلت لي يعني العرض نقدر ناخذ من يمين نتحكم بيه اذا كانت عريضة، بس اذا ضيقة شو تسوي لها بعد شو تطيبها، فاني خليت عرض بيها. القماش طبعا قلت لكم 3 إلا ربع جبت لها وفصال عدل. شوفوا البنات هسه فصالي كله يعني مربوط هنا الحفرة الأبط. شوفوا شلون هنا مستوية ما بيها زايد. إذا تجي من هنا مستوية من الدرايب مالتها راح تجي مستوية، ما راح يطلع بيها زايد. وأنا عندي هاي الدشداشة عدلة مو كلوش بنات. راح أكمل جهة واحدة، الجهة الثانية ما يحتاج أصورها بعد. دائما إذا عندكم قماش أخلي زايد حتى ما تطلع ضيقة يعني تحيرون بيها بعد شو تسوي لها إذا طلعت ضيقة، يعني ما تسوي لها حل بعد. إذا تتعرض يعني راح تصير تطلع عندكم نشاز يعني. أحاول أخلي عرض بالدشداشة إذا عندكم قماش زايد. بنات راح أكمل الجهة الثانية وأشوفكم الخيار. بنات هسه كملت الجهة الثانية. هسه راح أقلب الدشداشة. هاي الدشداشة ما قلت لكم بنات الدشداشة قياس خاص. هاي الدشداشة وهذا شكلها. شوفوا هذا الشكل مالتها. شوفوا البنات الدلعة مثل ما قلت لكم حسب الرغبة، يعني انتم حسب زبونتكم تريدها دلعة تشيلون ما تشيلون من الظهر، يعني من اقول لكم جالس شيل الظهر يعني الردن قصدي، واللي ما تحبها دلعة تقدرون تشيلون من عندها ما تصير عندكم دلعة. بس ثاني هذا شكلها النهائي. شوفوا وهذا العرض مالتها، يعني وكأنه صارت عندي شلون اللي نقدر نقول دشداشة مزخمة. شوفوا العرض مالتها، العرض مالتها هنا صار عندي 75 سنتيم. زين بنات يعني كلش عريضة. هاي تلبس قياسات خاصة. شوفوا البنات الدلعة مثل ما قلت لكم، ما تريدونها دلعة تقدرون تشيلون من الظهر الردن فتصغر عندكم الدلعة بهذا الشكل هذا. شوفوا البنات انتم تقدرون تصغرونها براحتكم. هسه أنا زبونتي هاي تختلف، تريدها دلعة ظهر وأمام فهي ما شلت من الظهر. هذا الشكل مالتها الردن 3/4 رادتها. هذا الشكل مالتها. شوفوا البنات خياط بسيط حلو إن شاء الله يعجبكم بنات. هذا الشكل مالتها. مع السلامة حبايبي.